تعالوا نعمل مع بعض حاجة حلوة سهلة وسريعة واقتصادية إلى حدٍ ما في ظل غلاء الأسعار اللي إحنا فيه. الجلاش من الحاجات اللي سعرها ما زادش أوي وتعتبر من الحلويات الاقتصادية. هنجيب طاسة على النار نحط فيها معلقتين كبار من السمنة، هننزل بربع كيلو دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسة، ونفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون دهبي وجميل. بعد كده هنحط له نص كوباية من جوز الهند ومعلقتين كبار من الشربات اللي إحنا محضرينه للجلاش وحاطينه في التلاجة عشان يسقع. هنجيب بقى ورقة الجلاش لازم تجيبيها طازة من مكان موثوق فيه، هتجيبيها وتفتحيها كلها قدامِك، بعد كده هتدهني ورقة، ورقة بالسمنة وتتنيها نُصّين وتحطي الحشوة بتاعة البسبوسة وتلفي رول، لحد ما تخلّصي لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة، رُصي بقى في الصينية وخلّيه ملزق في بعضه عشان ما يفُكِّش وهو في الفرن. بعد كده هندهن الوش سمنة ونقطّعه بقى، قطّعيه الأحجام اللي أنتِ عايزاها. أنا الصينية دي عملت معايا 60 قطعة من الجلاش، حاجة تحفة جدًا. بعد كده هندخّله الفرن على أعلى درجة حرارة، بياخد لون بسرعة جدًا، هنطلّعه بقى وهو سخن، نحط عليه الشربات وهو ساقع وقدّميه وبألف